السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دين. احنا قلنا قبل كده ان لغه المصريين ان هم بيتكلموا لغات كتيره، زي اللغه التركيه واللغه الفرنسيه ولغات تانية بقى اللي هي اللغه القبطيه. النهارده بقى هقول لكم ان المصريين بيتكلموا لغه عربيه فصحى. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف ايه اللغات اللي هي المصريين بيقولوها اللي هي اللغه العربيه الفصحى. وازاي الجير وازاي ماما وازاي الطنط. عارفين طبعا الاغنيه اللي هي المشهوره بتاعت ياسمين عبد العزيز كلمه ازيك. فكلمه ازيك دي مشهوره جدا عند المصريين. طب عمركم بقى يا مصريين ما سالتوا ايه معناها وان هي اصلها ايه؟ هل هي لغه ايه بالظبط؟ هل هي لغه عربيه ولا هي لغه ايه بالظبط؟ هي لغه عربيه فصحى لان هي جايه من كلمه ازاي اللي هو اللبس والهيئه الحال اللي هو اللبس يعني، وحطينا بقى فيها كاف المخاطبه بقى عشان تبقى لغه عربيه فصحى. اننا قلنا بقى ازيك فانت هتقول كويس، وكلمه كويس دي عمركم بقى يا مصريين ما عرفتوا يعني ايه معناها؟ هي لغه ايه بالظبط؟ هي طلعت ان هي لغه العربيه الفصحى اللي هي الاصيله، لانها اصلها كيس، جايه من الجيد يعني الجيد والفضل يعني الحسن والجيد. بس احنا كمصريين بنحب نقلب الياء واو، فكيس معناها الحسن والجيد. أغنية محمد حماقي ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش، الأغنية المشهورة دي طلع إن محمد حماقي بيتكلم لغة عربية فصحى. أصل بلاش دي أصلها لغة عربية فصحى، هي أصلها بلا شيء. فإحنا كمصريين بنحب نختصرها يعني عشان إحنا ناس مشغولة وناس يعني ما عندناش وقت. في كلمات بقى مصريين بيقولوها يعني زي اسماء اشاره، بس احنا بنختصرها زي كلمه ده اللي بتشاور بيها على راجل، ده اللي هي ده الالف وهي معناها هذا، وده اللي هي ده اله وهي معناها هذه. طب ليه ما بنقولش هذه ولا هذا؟ ما انا قلت لكم اصل احنا ناس مش فاضيين واحنا لسه كمان هنقول اله. بما اننا بنجيب سيره اله بقى، فكلمه كده هو كده بقى هي اصلها هكذا، فشلنا اله بقى يعني تخفيف يعني في الكلمه، عشان انا قلت لكم برضو ان احنا يعني بنخفف على نفسنا ناس كده مشغولين. يجي بقى حد يسالك وانت تكون متضايق مالك، وانت من الناس اللي هو القطوبه ما بتحبش تفضفض لحد تقول ما فيش. طب انت عمرك ما فكرت كلمه ما فيش دي معناها ايه؟ هي كلمه ما فيش دي طلعت ان هي لغه عربيه فصحى. ايوه احنا بنتكلم لغه عربيه فصحى وهي اصلها ما في شيء، بس احنا مخنوقين واحنا لسه كمان هنقول ما في شيء، فاحنا اختصرنا كلمه ما في شيء لكلمه ما فيش عشان هي خانقه لوحدها. كلمات برضو مصريين بيقولوها زي كلمه بقى، هي اصلها بقى البقاء يعني، بس احنا بقى القاهريين والاسكندرانيين بيقولوا القاف الف، فتقول كلمه بقى ما خلاص بقى، هي بيبقى حسب موضعها في الجمله. ما خلاص بقى هي بقى دي يعني خلصت بقى، يعني معناها اللي هو خلاص بقى يعني خلاص، وايه ينفع الكلام ده بقى، يعني هو فيها معنى الاعتراض يعني. فاحنا بقى الحمد لله طلعنا ان احنا برضو بنتكلم لغه عربيه فصحى.